مرحبا، مساء الخير، شلونكم؟ اليوم راح أسوي أطيب كرواسون بالعالم، والمكونات كلش سهلة وموجودة بأي بيت. أنا هنا استخدمت 5 أكواب طحين ونص كاسة سكر، وهنا عندي ملعقة صغيرة ملح. هنا ضفت ملعقتين كبار طعام زبدة، والزبدة أكيد هي الشي الأساسي بالعجينة، تعطينا طراوة وتنطينا عجينة هشة وحلوة. وهنا عندي دفيت نص كوب حليب وخليته دافي، يعني مو حار ولا بارد، لازم يكون دافي. وخليت ملعقة كبيرة خمرة بالحليب، وبعد 10 دقايق صار بهذا الشكل، وخليته فوق الخليط كله. هنا الشي الأساسي، أول شي لازم نعجن العجينة بسرعة بطيئة لمدة 7 دقايق. طبعا هاي الخطوة كلش مهمة. وبعد 7 دقايق خليتها تنعجن 10 دقايق. هنا عجنتها 10 دقايق بسرعة سريعة. طبعا هنا ورا ما عجنتها وخلصت وصارت جاهزة، نزلت العجينة وصرت أعجنها بهاي الطريقة أو ألمها بهاي الطريقة. وبعدين هسه تشوفون شلون راح تصير. طبعا صارت كلش حلوة وناعمة وسهلة. وهنا بعد ما عجنت العجينة وكورتها، هسه راح أتركها تتخمر لمدة 30 دقيقة تقريبا. مثل ما تشوفون صارت كلش حلوة وناعمة. هنا عندي ورق زبدة حتى أسوي مربع الزبدة. جبت عندي هنا باكيت ونص زبدة، ما يعادل 250 غرام، وغلفته ببلاستيك الطبخ. بعد 30 دقيقة اختمرت عندي العجينة، وهنا طلعتها مثل ما تشوفون، وراح أغلفها ببلاستيك الغذائي وأدخلها للثلاجة. لازم تبرد عندي العجينة لمدة 12 ساعة. وبعدين ورا 12 ساعة هنا جبت هذا القالب اللي سويناه مال الزبد، وفتحت العجينة على شكل مستطيلة، وخليت الزبد بداخلها، وخليت العجين فوقها. هنا بعد ما قطعتها العجينة وخليت الزبد بداخلها، وهسه أفتحها بالشيبك. وبعد ما فتحتها صارت عندي بهذا الشكل. ومثل ما تشوفون أني فتحتها على شكل مستطيلة أو دائرة كبيرة، انتو بكيفكم شلون تحبون تشكلوها. بعدين قطعتها لأنه راح أسويها يعني دوائر أو مربعات أو مستطيلات. وهنا بديت ألفها، لازم تضبونها كلش حيل. أنا ما ضبيتها حيل بصراحة، بحيث من اختمرت ظلت يعني صارت عندي شوية راخية حسيت العجينة. وهنا حتى تنطينا لون الكرواسون الذهبي الحلو، أنا خليت بس صفار بيض وكيس فانيليا، وخليت شوية حليب. وهنا خمرت العجينة لمدة 30 دقيقة، نص ساعة. وبعدين صارت عندي بهذا الشكل ورا ما اختمرت. وشوفوا شلون العجينة ورقية وحلوة من اختمرت. طبعا هنا بعد ما خمرتها 30 دقيقة صارت عندي بهذا الشكل. وهسه راح أدهنها بصفار البيض اللي سويناه مسبقا. وهسه حبايبي بعد ما أدهنها راح أشويها بالفرن على درجة حرارة 180 لمدة 17 دقيقة. وهسه جهزت عندي، وصار عندي الكرواسون جاهز وكلش طيب وحلو، وريحته تخبل ما أسولف لكم. وأني هنا شوية حبيت أدهن الوجه مالته بالعسل، وصار عندي بهذا الشكل يجنن. كلش كلش حلو، الطريقة سهلة، جربوها وما راح تندمون، وموجودة المكونات بكل البيوت. حبايبي ألف شكر للمتابعة، وسووا لي سبسكرايب وسووا اشتراك بالقناة مالتي. وأتمنى فيديو هذا اليوم عجبكم، وشكرا، مع ألف سلامة.